تخيل تكون عايش حياة عادية وفجأة تموت في لحظة وبتفتح عينيك في عالم جديد مليان بالسحر والوحوش، لكن بدل ما تبقى البطل الاسطوري او الساحر الاقوى بيدولك وظيفة الكل بيعتبرها ملهاش لازمة، والكل بيقول ان نهايتك خلاص قربت، لكن ما يعرفوش ان اخطر شخص في الفريق ده هو اخر واحد واقف في الصف ورا، لان القوة الحقيقية مش دايما بتكون في السحر والمهارات، واحيانا الشخص اللي محدش بيحط له اعتبار بيكون هو الوحيد اللي قادر على قلب موازين العالم بالكامل. فهل بطلنا يقدر يحول اضعف بداية لاعظم اسطورة، ولا العالم هيبلعه قبل ما يثبت نفسه حتى؟ فجهز نفسك لان اللي جاي مليان معارك وسحر وخيانة ولحظات هتخليك مستحيل تبعد عينك عن الشاشة حتى. وقبل ما نبدأ كده عايزك تنزل تعمل لايك الجميل وتشترك في القناة وتصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. حكايتنا بتبدا باتوبيس كان ماشي في الطريق عادي في مدينه ناجويا، وفي الوقت ده كان في عاصفه شديده جدا، وبنشوف شاب اسمه اتوبي بيفتح عينه بالعافيه، وفجاه بيلاقي نفسه في مكان معزول واقف في طابور طويل، وبما انه موظف كحيم فبيفتكر نفسه في طابور الاي تي ام على اساس ان القبض نزل النهارده يعني يا اسطوره، بس الحياه بتكون اسوأ من كده بكتير. وبنعرف ان هو كان راكب الاتوبيس مع زمايله في الشغل وكلهم كانوا مسافرين مع بعض في رحله تزلج، بس للاسف الاتوبيس عمل حادثه ومحدش عارف مصيرهم ايه دلوقتي، وارواحهم كلها محبوسه في المكان ده. واتوبي بيفتكر ان كل اللي واقفين في الصف دول اموات، وبياخد باله ان المديره جايه وراه لحد هنا، يعني حتى في عالم الارواح مش عاطه الموظفين بتوعها. وفجاه بيسمع صوت بنت بتنادي عليهم، وبيلاحظ ان هي اللي بتنظم الصف دوت، واول ما بيجي دوره البنت بتكون عارفه اسمه بالكامل، وبتديله حاجه شبه الموبايل كده عشان تفضل معاه، وبتطلب منه يروح النقابه دلوقتي ويختار له وظيفه. واتوبي مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا، بس البنت مش بتديله فرصه حتى، وبترميه وبتزقه في بوابه غريبه. وفجاه بيسمع صوت بيقول له اهلا بيك في بلد المتاهات، وبنشوف عدد كبير جدا متجمع قدام نقابه المغامرين، واتوبي بيعرف ان ده مبنى النقابه اللي قالوا عليها، وبيكون وصل للمكان زي ما قالوا بالظبط، بس مش فاهم هو جاي هنا يعمل ايه. واول ما بيدخل بيشوف سوزانا اللي كانت معاه في الاتوبيس، وسوزانا بتملى استماره المغامرين وبتختار وظيفه الكاهنه، وده لان المشرفه شايفه ان دي انسب وظيفه ليها. وسوزانا بتقبل المهمه وبتاخد جهاز في كل بياناتها، وبعدها بتقابل بنت اسمها اليتا وبتطلب منها المساعده، وسوزانا بتعرفها ان هي جديده هنا في المدينه، واليتا بتكون عارفه الكلام ده كله لان اي شخص بيسجل هنا في النقابه جديد بيكون مجرد مبتدئ يرجع للحياه مره ثانيه. واليتا بتعرف سوزانا انها بتدور على شخص ينضم معاه لفرقتها، وكمان هي محتاجه كاهنه في الصفوف الخلفيه، وده لان هي مقاتله اماميه ومحتاجه تجمع فريق قوي جدا. وعمنا اتوبي بيكون سامع الكلام ده بس مش فاهم حاجه، واليتا بتعرفها ان هي لو انضمت لفرقتها مستواها هيزيد بسرعه. وباقي المغامرين بيشوفوا اليتا وهي بتحاول تجند سوزانا، وبيفضلوا يتريقوا عليها عشان الكل بيرفض ينضم ليها، وكل يوم بتيجي هنا عشان تاخد اي حد جديد معاها، والمره دي بتطلب من سوزانا بشكل مباشر. واتوبي بيعرف من اللي حواليه ان هي كل مره بتفشل في الموضوع ده، بس المره دي سوزانا بتوافق وبتشكرها على الدعوه. واليتا طبعا مش بتصدق نفسها من الفرحه، وبتروح تعزمها على شاي على طول. واتوبي بيلاقي المشرفه بتنادي عليه، وبتلاحظ ان معاه رخصه مش مسجله، وبتطلب منه يجي هنا عشان يكمل الاجراءات، وبتقرر تسجله كباحث في الوقت الحالي، وبتقول له لو احتجت اي معلومات قول لي على طول. وبنعرف ان المشرفه دي اسمها لويزا، وبتقول له ان في بلد للمتاهات ممنوع دخول المتاهات لاي حد عادي، انما لو باحث زيه فيقدر يخش الاماكن كلها. واتوبي بيطلع الجهاز اللي معاه وبيعرف ان دي رخصته، وبيقول لها تطلعي بلد المتاهات دي يا اختي. ولويزا بتعرفه ان دي بلد الباحثين والابطال، ودول اللي بيقدروا يستكشفوا المتاهات مع فرقهم، ومعظمهم اشخاص عاديين ارواحهم بتتجسد هنا بعد ما يموتوا، وبيبداوا حياتهم الجديد هنا كباحثين او ابطال. وطبعا اتوبي مش قادر يستوعب كل العبث اللي بيحصل، ولحد دلوقتي مش مصدق ان هو مات بجد يعني. وفجاه بيحس بألم شديد في دماغه، ولويزا بتعرفه ان ده طبيعي جدا، وده لانه لسه جاي طازه النهارده، وذكرياته هتفضل مشوشه لفتره قصيره. وبتساله لو محتاج معالج يفحص دماغه، واتوبي بيقول لها ان هو كويس، وان اللي جاله ده مجرد صداع مش اكتر. وبيعرف ان اول حاجه لازم يعملها التسجيل في النقابه، وبتشاور له على خانه التوظيف جوه الجهاز، وبتطلب منه يكتب الوظيفه اللي هو شايفها مناسبه ليه، او اي وظيفه هو حابب يجربها الفتره دي. واتوبي مش فاهم النظام ده بيشتغل ازاي، فالموظفه بتعرفه ان كل واحد بيتجسد في العالم ده جاي من خلفيه معينه، وده بيخلي النظام بتاعهم ياخد اقصى استفاده. واتوبي بيعرف ان لو رفض الوظيفه هيضيع الفرصه من ايديه، بس هو مش فاهم ايه المطلوب منه في الوقت الحالي. ولويزا بتقول له خد وقتك في التفكير. واتوبي بيفتكر ريشا مديرته في الشركه، وبتقول له انا عندي فكره مشروع بمليون جنيه، وكانت دايما بتصدعه بافكارها وهو بيشتغل، ويعني كانت بتخليه يشتغل طول الاسبوع من غير راحه ولا بالراحه، وكانت اصغر منه في السن وابوها كان صاحب الشركه، وبتتحكم فيه كانه شغال عبد عندهم. بس دلوقتي هو عايش في عالم مختلف هيعيش فيه بكل حريه، ومش هيضطر يرجع يشتغل تحت ايد الست المجنونه دي مره ثانيه، وبيبدا يتفائل اكتر بوظيفته الجديده. بس فجاه بيسمع صوت المديره في ودانه، وبيتصدم اول ما بيلاقيها واقفه وراه. انت وراها ولا يا ست انت؟ وريشا بتقول له انت شفت عفريت ولا ايه؟ واتوبي بيقول لها ما كنتش اعرف انك هتبقي موجوده معانا هنا يعني.
والمديره بتعرفه ان هي كمان ماتت وجت العالم ده، وكل ما تيجي هنا بتحس انها دخلت مسلسل انمي، وبتعرف ان حياتهم الجديده هتبتدي في المكان ده، وبتقول له يلا بينا نسخن عشان هنحارب الوحوش، وبتعرفه ان دي من الحاجات العاديه اللي بتحصل هنا، وهيفهم الموضوع ده لما ينضم لواحده من الفرق. واتوبي بيعرف ان في خطر على حياتهم، وريشا بتعرف انه لسه ما اختارش وظيفه لحد دلوقتي، وبتفكر تشغله معاها وتضمه للفريق بتاعها، بس عمنا توبي بيبدا يقلق منها وبيقول لها انت اخترت ايه بالظبط يا مديره؟ وريشا بتقول له انا ما بقتش مديرتك خلاص، لان احنا في العالم ده زي بعض يعني. وبيعرف ان هي اختارت وظيفه الفالكري، وبتقدر تستخدم السيف والرمح في الحروب، وكمان عندها القدره على استخدام سحر الارواح. واتوبي بيقول لها شكلها وظيفه جامده جدا، وريشا بتقول له ان اهم حاجه في الفريق هي توزيع الادوار، وما ينفعش يكون في اكتر من شخص بنفس الوظيفه جوه فريق واحد. واتوبي بيقول لها يبقى انا كده لازم اختار حاجه تفيد الفريق بتاعي. وريشا بتعرف انه لسه ما دخلش فريق لحد دلوقتي، بس عمنا توبي بيخلع منها وبيقول لها نتقابل مره ثانيه. وريشا بتقرر تدور على ناس اقوياء عشان تضمهم لفريقها، وعمنا توبي بيرجع للويزا مره ثانيه وبتقرر تشرح له شويه وظائف عشان يختار منها، وبتعرفه ان وظيفه الباحث بتاثر بشكل مباشر في نقاط المساهمه الخاصه بيه، ودي بتتمثل في الكنوز النادره اللي بيجمعوها في المتاهات، وده طبعا بعد ما يهزموا الوحوش القويه، وكمان لو انقذ حد من فرقته هياخد نقاط مساهمه زياده. واتوبي بيعرف ان في باحثين كتير زيه، وكل واحد منهم عنده نقاط خاصه بيه، وبيكون في تسلسل هرمي بيحدد الرتبه بتاعتهم، وكل اللي بيعمله في المتاهه بيتسجل على الشاشه دي. وعمنا اتوبي بينبهر بالجهاز كانه ماشي بتابلت، ولويزا بتعرفه ان التسلسل الهرمي هو اللي بيحدد مكانته في البلد دي، وهيحدد كمان الاكل والشرب واللبس والطريقه اللي هيعيش بيها، وده لان في ناس كتير في اخر الهرم ودول بيكونوا فقراء جدا وبيناموا في الشارع. واتوبي بيقول لها ان شاء الله مش هنوصل للمرحله دي يعني، وبعدها بيسال عن وظائف الصفوف الخلفيه، فبتقول له ان دي وظائف مهمه جدا، وده لان افراد الصفوف الخلفيه هم اللي بيحموا فريقهم في وقت الخطر، بس دول مش بيكملوا في المركز ده دايما، مع ان الوظيفه دي عليها طلب كبير جدا. واتوبي بيكون متردد وبيفكر يختار واحده منهم، بس مش قادر يحدد الوظيفه اللي تناسبه بالظبط، فبيخلي النظام هو اللي يختار بداله، وبيتفاجئ اول ما بتظهر حاجه غير متوقعه على الشاشه، ولويزا بتتخض وبتقول له انت كتبت ايه بالظبط يا عم انت؟ واول ما بتبص في الجهاز بتتفاجئ هي كمان، بس في الاخر بتقول له مبروك عليك يا سيد اتوبي. وبيعرف انه اتقبل في وظيفه حارس صف خلفي، بس في مشكله في الرتبه بتاعته حاليا. ولويزا بتقول له ان رتبته ظاهره بلغه غريبه جدا على الجهاز، وبتعرفه ان الباحث لما بيكتب وظيفه بتظهر له زي ما هي، انما اللي حصل له ده حاله شاذه اول مره تشوفها. وبيعرف ان الموضوع ده هيأثر عليه بشكل سلبي، واحتمال كبير محدش يدخله في الفريق بتاعه. وبتقول له لو احتجت اي معلومات ابعت علينا مره ثانيه، وبتدي له ورقه مكتوب فيها نقاط القوه في الوظيفه بتاعته، ومعاها كمان تذاكر مرتزقه يساعدوه في المهمات بتاعته. وعمنا اتوبي بيخرج وبيعرف كل المهارات اللي عنده، وبيحاول يدرس المركز المناسب اللي هيشتغل فيه، وبيعرف انه للاسف ما عندوش سحر شفاء، فكده هيضطر يشتري جرعات علاجيه في كل معركه. وعمنا اتوبي بيقرر ينضم للفرقه عشان يختبر المهارات دي، وبيروح يقابل واحده اسمها ليلي، وبيعرف ان هي مساعده مدير مكتب المرتزقه، وبيستخدم التذكره اللي معاه زي ما لويزا فهمته. وليلي بتقول له ايه الاحصائيات التعبانه دي يا عم انت، وبتعرفه انه ممكن ياخد بيهم نص بشري. واتوبي بيقول لها انا عايز اي حد يقف في الخط الامامي، ويا ريت لو يكون شخص بيعرف يستخدم الدرع والسيف. وليلي بتقول له انا مش عندي غير انثى من البشر السحالي، وخدها مشي حالك بقى النهارده وانت ورزقك بقى. واتوبي اول مره يسمع عن البشر السحالي دول، وليلي بتعرفه ان هي معاها درع جلدي وهتبقى مفيده معاه في الطبي الاول بس. وعمنا اتوبي بيقرر يجرب لانه ما عندوش حل تاني، وده عشان يقدر يختبر قدراته على وحوش ضعيفه. واخيرا بيوافق على توظيف البشريه السحليه دي، وبيفتكر انها تبقى سحليه مدرعه وضخمه وكده، بس بيتفاجئ اول ما بيعرف انها مجرد بنت صغيره واسمها تريزا، وبيلاحظ ان شكلها بشريه عادي يعني، بس ليلي بتقول له انها نص بشريه. وانصاف البشر دول بيتحولوا بعد ما بتقتلهم الوحوش جوه السرداب، وده بسبب مقوله مشهوره بتقول ان الاموات ما بيرجعوش تاني في بلد المتاهات. واتوبي بيعرف ان تريزا مختلفه عن كل انصاف البشر، وكمان التواصل معاها بيكون صعب جدا، بس الميزه اللي فيها انها بتنفذ الاوامر من غير اي تردد، وكمان بتحارب بغريزتها في وقت المعركه. وعمنا اتوبي بيتعرف عليها وبياخدها معاه المتاهه، وما بيكونش معاه سلاح غير نشابه صغيره كده، مش فاهم جاي يلعب بالنبله دي ولا ايه. وبيقولوا انه اخيرا بدا يحس بوظيفه الباحث، ومتضايق لانه هيجبر بنت صغيره على القتال معاه، بس لازم يلاقي وحوش ضعيفه ويختبر عليها مهاراته. وبيعرف ان المتاهه الاولى اسمها حقل الفج، وفجاه بيلاقي واحد شبه الحوت داخل عليه، وبيعرف انهم مبتدئوا اول يوم ليه النهارده، وبيفكروا ببنت فالكري يابانيه عدت عليه من شويه كده. واتوبي بيعرف ان الدبابه ده اسمه ريبار، وبيجمع نقاط من انقاذ الاشخاص اللي بيضيعوا في المتاهه، وبيقول له لو حصل لك اي حاجه جوه نادي عليا على طول. واتوبي بيقول له معنى كلامك ده ان المتاهات خطيره ولا ايه؟ وريبار بيعرفوا انه ده مش بيحصل طول الوقت يعني، بس ممكن يقابل خصم قوي ما يقدرش يتغلب عليه. وبيقول له اطمن يا صاحبي، انت معاك محاربه من المرتزقه يعني، ولو واجهت وحوش مستوى ضعيفه تخرج من غير اي اصابات، واهم حاجه تكون حذر جدا في كل خطواتك الجايه.
بس قبل ما يدخل ريبار بيقول له حاجه مهمه وبيحذره من مواجهه الوحوش المميزه، لان اي مبتدئ بيفكر يتحداها بيموت على طول. وبيقول لاتوبي لو شفت واحد منهم اهرب فورا، واتوبي بيشكره على كل المعلومات المهمه وبيعرف ان في فرق كتيره جوه. وريبار بيقول له لو احتجت اي مساعده ناديني على طول، بس المشكله ان هم بيعملوا دوريات منتظمه في المكان، يعني ممكن في مره نادي عليهم وهم مش موجودين، وده لان هم مش بيفضلوا في المكان اكتر من ساعتين. وعمنا اتوبي بيقول له ما تقلقش عليا، وبينادي على تريزا وبيقول لها يلا بينا، وبيخشوا هما الاثنين لنفق مظلم. وفجاه بيلاقوا نفسهم راحوا المكان تاني، واول ما بيدخلوا الطابق الاول بيشوفوا كره قطن ظهرت قدامهم، واتوبي بيكون شاكك انها ممكن تطلع وحش ولا حاجه، وبيتفاجئ انها وحش فعلا واسمها كره القطن الخبيثه، وبيفتكر ان دي واحده من الوحوش اللي قال عليها ريبار. والوحش بيهجم عليهم بسرعه وتريزا بتصده بالسيف بتاعها، واتوبي مش مصدق ان القوه دي خارجه من وحش في المستوى الاول، وبيقول لتريزا يلا نهرب بسرعه. وبيتفاجئ اول ما بيلاقي نقاط الحياه عندها بتقل، والوحش بيتحرك بسرعه جنونيه وبيضربها من كل حته، والصحه بتاعتها بتنقص مع كل ضربه سريعه. وعمنا اتوبي مش عارف يتصرف ازاي في موقف زي ده، ومش قادر يسيب بنته صغيره تحميه وتضحي بحياتها علشانه، وبيحاول يستغل وظيفته كحارس خلفي. وبعدين بيفتكر ان عنده خاصيه اسمها الدعم الدفاعي، ودي بتقلل اصابات المحارب الامامي بنسبه كبيره. وعمنا اتوبي اول ما بيستخدمها بيظهر قدام تريزا جدار حمايه، وعمنا اتوبي بيستغل الفرصه وبيضربه بالنبله بتاعته. واخيرا تريزا بتقسم الوحش نصين وبتخلص عليه، واتوبي بيفرح لان هم هزموه اخيرا، بس بيحس بالذنب لان تريزا اتبهدلت خالص، وكان لازم يفكر بسرعه ويستخدم مهارته من البدايه. واتوبي بيعتذر لها لانه ما خدش الموضوع بجد المره دي، وما كانش متخيل انها هتموت في معركه زي دي يعني، وبيقول لها من هنا ورايح انت هتكوني في حمايتي. بس تريزا مش بتدي اي رد فعل ابدا. وفجاه بيسمعوا صوت حد بيصرخ جاي من بعيد، ولما بيقربوا بيتفاجئوا بوجود فرقه تانية، واللي واقفه في الصف الامامي دي هي المديره ريشا. واتوبي بيعرف ان فرقتها بتحارب وحش الكره الحمراء، وده بيكون من الوحوش المميزه اللي اتكلم عنها ريبار، ومحدش فاهم ازاي وحش مميز زي ده بيظهر في المتاهه الاولى. واتوبي بيصرخ بصوت عالي وبيطلب من ريشا تهرب بسرعه. وشكلنا كده هنخش على احداث حماسيه في الحلقه الجايه، فعايزك تنزل تعمل لايك دلوقتي يا اسطوره. ويا ترى عمنا اتوبي هيقدر ينقذ ريشا ولا لا؟ واتوبي بينزل مع تريزا بسرعه عشان يلحق مديرته ريشا، والكره الحمراء مستنيه اللحظه اللي هتبدا فيها الهجوم. واول ما بتتحرك ريشا بتنط وبتشد اتنين من فرقتها، واتوبي بيعرف ان السرعه من ضمن مهارات الفالكري، وبنلاقي اتنين من المغامرين خدوا ضربات قويه من الكوره، وفي واحد منهم بيسحب عشان يهرب من هنا، وبيقول انه مش عايز يفضل في المكان ده ابدا، وبيطلع الجهاز بتاعه عشان يستخدم لفافه العوده، ودي بتعمل خروج فوري من المتاهه بس بتقلل نقاط المساهمه بتاعتك، وكمان بتخرج المستخدم والفريق اللي معاه. والواد اول ما بيدوس عليها بيختفي هو وفرقته، واتوبي بيلاقيهم هربوا وسابوا ريشا لوحدها، وده معناه ان هي ما كانتش في فرقتهم اصلا، وكانت بتساعدهم كده كنوع من الجدعنه. بس هي دلوقتي لوحدها قدام وحش الكره الحمراء، واتوبي بينادي عليها عشان تهرب بسرعه، بس ريشا بتقول له ما تقلقش عليا واهربوا انتوا الاثنين من هنا، وبتعرفوا ان الخساره مش من ضمن حساباتها ابدا. واتوبي بيستخدم النبله وبيضرب على الكره، لكن الضربه بتكون ضعيفه جدا ومش بتاثر فيها حتى، وريشا بتقول انا اللي هقتل الوحش ده بايديا، وبتستخدم قوه الصاعقه وبتحاول تموته، لكن الضربه مش بتاثر فيه ولكنها بتستفزه اكتر، وده بيخليه يتحرك بسرعه قريبه ناحيتها. واتوبي بيفتكر ان طاقتها منخفضه من الاول، وده لان هي مش قادره تفعل تقنيه خطوه السراب، وريشا بتضرب الوحش بالسهم فبيطير لفوق. واتوبي بيستخدم الدعم الدفاعي بتاعه ولكن الموضوع بيفشل، والوحش بينزل على ريشا وبيدمر سلاحها، وبعدها بيهجم على اتوبي وتريزا بتقف قدامه، بس عمنا اتوبي اول ما بيستخدم دعم الدفاع بيشتغل على طول، وبيكون مستغرب انه نجح المره دي، وبيعرف ان هو بيشتغل على اعضاء فرقته وبس. وريشا بتكون اتصابت ومغمى عليها في الارض، وعمنا اتوبي بيندم لانه رفض ينضم ليها. وفجاه بيلاقي ريشا بتكلمه وبتعتذر له عشان ما قدرتش تساعده، وحتى وهي مصابه وبتنزف لسه خايفه عليه، بس اتوبي بيقول لها ان هو لازم يعتذر لها، وبيعرف من مهاره الدفاع انه يقدر يصد ضربات الكائن ده، وبيلاقي نفسه كسب 10 نقط في المهاره دي لوحدها، وبيطلب من تريزا تساعده المره دي. والوحش بيلاحظ ان هم مشغولين فبيقرر يغفلهم، واتوبي بيلاقيه بيتحرك ناحيه ريشا عشان يخلص عليها، بس عمنا اتوبي بيقول له ده مش هيحصل ابدا، وبيضرب عليه مره تانية بالنبله، وبيكون عارف ان هجماته مش هتاثر عليه، بس هجمات تريزا هي اللي هتاثر فيه بعد ما عززها بقوه الدفاع. وتريزا بتقسمه بالسيف من ناحيتين لحد ما بتقضي عليه تماما، بس بتكون فقدت عدد كبير من نقاط حياتها. واتوبي بيلاقي ريشا لسه فيها الروح، وبيسمع صوت ريبار وهو بينادي عليهم، فبيطلب من تريزا تجيب ريبار وفريقه لحد هنا. وتريزا بتعالج نفسها وبتركز على اتوبي من بعيد، واتوبي بيلاقي مستوى ارتفع ونقاط الخبره عنده زادت، ودلوقتي يقدر يستخدم مهاره الدعم الاستشفائي،
تاني. واتوبي بيعرف ريشا ان الاسعاف هتوصل حالا، وبيقرر يعمل لها اسعافات اوليه لحد ما يوصلوا، وبيطلب منها تنضم لفرقته عشان التعويذه تشتغل عليها. وريشا بتقول له انا موافقه بس انا هبقى المديره برضه في الفرقه. وبعدها بيروح لجثه الوحش وبيحطها في جهازه. وريبار بيلاقي ريشا محتاجه معالج فورا بسبب الاصابات الخطيره اللي عندها. وبيلاقي الناحيه التانيه سوزان وصلت مع اليتا، وبيعرفهم ان الموضوع كان خطير بس كله تحت السيطره. وبيتصدموا اول ما بيعرفوا ان هو وحش مسمى ومش فاهمين هو ازاي ظهر في مكان زي ده. واليتا بتقول له ان وحش زي ده يقدر يدمر فرقه من المستوى الثالث، ولحد دلوقتي مش فاهمه هو ازاي قدر يهزمه. وبعدين بتعتذر له عشان قللت منه بالغلط. واليتا بتتعرف عليه وبتعرفه بنفسها. وسوزانا بتلاحظ انها شافت ريشا قبل كده، وبتعرف ان هي كانت معاهم لما رجعوا للحياه في العالم الجديد. واتوبي بيعرفهم ان مفيش داعي للقلق ده كله لان ريشا فاقده الوعي مش اكتر وقوتها الحيويه لسه شغاله. وبيلاحظ ان اليتا كانت عايزه تساله على حاجه بس اليتا بترجع تقول له ما تشغلش بالك، وبتعترف ان هو حارس خلفي جامد جدا. واتوبي بيفتكر ان هي محتاجه واحد زيه في الفريق، ولو شرح لها وظيفته دلوقتي ممكن توافق على طول، ومش بعيد هي اللي تطلب منه ينضم لفرقتها، بس دلوقتي لازم يستنى يطمن على مديرته الاول. واتوبي بيعرفهم انه لازم يمشي فبيمشي هم كمان، وبيكون مش مصدق انه دخل معركه قويه من اول يوم ليه، وبيحمد ربنا انه رجع سليم بعد كل ده. وحارسة السرداب بتعرفهم ان هم عملوا شغل عالي قوي النهارده، وبتطلب من تريزا تسيب السلاح اللي استخدمته في المعركه، وبتحس انها مخبيه عليها حاجه وبتقول لها اتكلمي على طول في الموضوع. واتوبي بيلاقي تريزا بتودعها قبل ما تمشي، والمشرفه بتعرفه ان تريزا معجبه بيه جدا. فاتوبي بيسال المشرفه اذا كان يقدر يضم تريزا لفرقته بشكل رسمي، وفعلا ليلى بتوافق مقابل 100 عمله نحاسيه، وده بيكون ثمن شراء المرتزقه من عندهم. وبتقول له انها بتسمع الكلام ده من ناس بياخدوا مرتزقين بشر من عندهم، انما اول مره تلاقي واحد بيطلب مرتزقه نص بشريه. واتوبي بيكون شايف ان ده سعر رخيص قوي على تريزا، وتقريبا كده محدش فيهم يعرف امكانياتها الحقيقيه. وبيقول ان هو راح معاه مهمه واحده النهارده بس روح الفريق اللي عندها لا غنى عنها ابدا. ولما بيرجع النقابه المشرفه بتتفاجئ انه سليم، واتوبي بيقول لها انا زي الفل قدامك اهو، وبيطلب من المشرفه لويزا ان هم يتكلموا على انفراد. وبتتفاجئ اول ما بتعرف انه قتل وحش مسمى احمر، وبياخد مكافاه 20 قطعه ذهبيه على رصيده، وكمان قدر يجمع 280 نقطه خبره في اول يوم بس. ولويزا بتقول له ده شغل محترفين قوي يا عم اتوبي، وبتعرفه انه جمع نقاط مساهمه اعلى منها هي شخصيا، وان هي عشان توصل للمستوى ده محتاجه تقتل 50 وحش من كره القطن ولا حاجه. واتوبي بيسالها عن قسم في الاحصائيات اسمه الثقه، ولويزا بتعرفه ان بناء العلاقات بينعكس على مستواه، وبتقول له ان الثقه حاجه لا يمكن قياسها بالكميه، بس الرخصه بتحددها رقم على حسب حالته مع زمايله في الفريق، وكمان معدل ثقته بيأثر على نقاط المساهمه، وده مش بيعد اكتر من 5 نقط في المهمه الواحده، انما عمنا اتوبي عنده 50 نقطه في الثقه. وبتقول له انت قعدت مع البت دي قد ايه يا عم انت؟ واتوبي بيعرف ان ثقه تريزا فيه هي اللي عملت كل ده، وواضح كده ان هي واثقه فيه بشكل مبالغ منه. واتوبي بيعرف ان الثقه هي الحل في اللعبه دي، ولازم الفريق كله يثق فيه بنفس الدرجه عشان يتطور اسرع واسرع، وكمان لو فضل يدعمهم بقوته هيتعلقوا بيه اكتر واكتر. بس بعدين بيحس ان الموضوع ده ممكن يقلب بخطر، وده لان لويزا بتعرفه ان زياده الثقه مع انصاف البشر حاجه نادره جدا، وده ممكن يخلي وظيفته الجديده حاجه مجهوله لناس كتيره، بس هتبقى اقوى وظيفه حراسه في الصفوف الخلفيه. واتوبي بيكون فرحان جدا وبيقول لها ما تعرفيش حد السر ده، ولويزا بتعرف انه عنده حق عشان لو خبر زي ده انتشر هيجي ناس كتيره قوي يحاولوا يستغلوه. وبتعرفه انه فاضل له 1500 نقطه ويقفل المستوى الحالي، وكمان وصل للمرتبه رقم 1124 في المنطقه الثامنه، وبيكون في 3000 واحد زيه في المنطقه، ويعتبر اتوبي دلوقتي متفوق على 2000 واحد منهم، وده هيخليه ياخد جناح في فندق في المنطقه الثامنه. وبيعرف ان ريشا صحت في غرفه الطوارئ، وبيروح الغرفه بسرعه عشان يطمن عليها، وريشا طبعا بتشكره بعد ما انقذ حياتها. وريشا بتقوله لو الناس عرفت انك هزمت وحش مسمى كلهم هيتخانقوا عليك عشان تنضم لفرقتهم، وبتعرف ان ده اللي خلى مستواها يتطور بسرعه، بس هي عامله نفسها جامده وفي الاخر خسرت، ولما طلبت المساعده من حلفائها سابوها وهربوا، وفي الاخر خدت 0 في نقاط المساهمه، وكانت فاكره ان الوظيفه دي هتبقى جامده جدا، بس للاسف ما لقتش حد يضمها لفرقته، وحست ان هي تقدر تدبر امورها لوحدها لحد ما دخلت المعركه دي وخسرت بكل جداره. بس عمنا اتوبي بيعترف لها ان هي شجاعه جدا عشان لما شافته في موضع خطر ما فكرتش تهرب ابدا، وهو ده اللي حفزه وخلاه يكمل لحد النهايه، وبيعرفها انه قتل الوحش ده بالصدفه اصلا، وبيحاول يقنعها عشان تنضم للفريق بشكل رسمي، وبيقول لها لو شايفه ان الفريق مش مناسب ليكي ممكن تمشي في اي وقت يعني. وعمنا اتوبي بيعرفها انه هيعمل كل اللي يقدر عليه، وريشا مش مصدقه الكلام اللي هو بيقوله، وده لانه انقذ حياتها ودلوقتي بيحاول يواسيها، وتعرفوا في الاخر ان هي موافقه تنضم لفرقته. وعمنا اتوبي مش مصدق اللي هو سمعه، وبيقول لها انت متاكده انك مش هاربه حاجه يعني؟ اصل انت عمرك ما عملتني بالطريقه دي قبل كده. لكن ريشا بتوافق على طول ان هي تنضم لفرقته، بس اهم حاجه ان دي باي حاجه غير كلمه المديره دي، وبيتفقوا
وبيتفقوا هما الاتنين انه هيقول لها ريشه على طول، وتاني يوم بيخرجها من المستشفى عشان تروح معاه البيت، وما بيكونش عنده مانع انها تقعد في الجناح بتاعه. وكمان بيروحوا المحل ملابس عشان تجيب فستان جديد، ويعتوبي بيكون مستغرب انها بتلبس اللبس ده لان متعود انه يشوفها وهي لابسه البدله في الشغل، وده عشان احنا ما خرجناش قبل كده بره المكتب. ويعتوبي بيقول لها انا عمري ما اتكلمت معاكي على حاجه بره الشغل اصلا. وريشه بتلاقي ان الموضوع محرج فعلا، وبتعرفوا ان هي دايما من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، وكانت بتلتزم بالمواعيد بتاعت ابوها ومش بتعمل اي حاجه تانية في حياتها غير ان هي بتشتغل، وده بسبب ان اهلها كانوا دايما بيتحكموا في حياتها، فما كانتش بتعرف تاخد قرار لوحدها ابدا. ويعتوبي بيعرف ان جالها اكتر من عرض جواز وهي رفضته، وقررت تكمل مسيرتها المهنيه وتبني حياه خاصه بيها، وفضلت تشتغل على نفسها لحد ما وصلت للمنصب ده. وعمنا يعتوبي بيعزمها في مطعم على العشاء، وريشه بتعتذر له عشان طلبت منه حاجات كتيره، وبيعرفها ان هو مبسوط لما عرف تفاصيل اكتر عن حياتها، وان هم خلاص دلوقتي بقوا فريق واحد. وفجاه بيسمع حد بيقول ان سيف الموت رجع المنطقه 8، ويعتوبي لما بيركز بيعرف ان هم بيتكلموا على اليتا، وسمعوا ان هي خدت بنت مبتدئه عشان تعلمها وتضمها لفرقتها، وبيعرف ان هي كانت في فرقه الليل الابيض، وبيحس ان في حاجه مريبه مرتبطه بالبنت اليتا ديت، وبيتفاجئ لما بيعرف ان هي باحثه في رتبه عاليه، والثلاثه دول شايفين ان دي فرصه مش هتتكرر ابدا. ويعتوبي بيعرف ان هم ناويين معاها على شر، بس في واحد منهم بيلاحظ ان يعتوبي بيسمعه، وبعدها عمنا يعتوبي بياخد ريشه معاه الجناح وبيقسمه نصين، وبيحط ستار في النص عشان الخصوصيه، بس بيتفاجئ اول ما بيلاقي ريشه بتنادي عليه وبتقول له لا مؤاخذه يا عم يعتوبي، ويا ريت ما تفهمش اللي انا اقوله غلط يعني، وبتطلب منه ينام وهو مديها ظهره عشان بتتكسف لو حد غريب بص عليها وهي نايمه. لكن عمنا يعتوبي بيفتكر حاجه مهمه وبيطلع الجهاز اللي معاه، وبيعرف انه اكتسب مهاره الدعم الاستشفائي، وبيلاقي ان المهاره دي هتاثر على ادائهم في القتال. وريشه بتعمل انها بتتوه عشان يحس على دمه، فيعتوبي بيقول لها خلاص يا ست انا هروح انام في الصاله وهسيب لك الاوضه كلها عشان تتبسط بيها. وتاني يوم بيقابلوا تريزا قبل المهمه، وريشه بتحاول تتعرف عليها وبتشكرها عشان انقذت حياتها، بس بتلاقي تريزا ساكته ومش بتدي اي رد فعل خالص، وبتقول له يعتوبي انا عملت حاجه غلط ولا ايه، بس يعتوبي بيعرفها ان هي كده ومفيش داعي للقلق. وبيروحوا مهمه تانيه بعد ما اشتروا ادوات جديده، ومنهم درع تريزا اللي بيحميها من سحر النار، وريشه اشترت وشاح بيعمل نفس وظيفه الدرع برضه، ويعتوبي حول النبله اللي معاه لنبله ناريه، وبيقول لريشه واضح اننا وصلنا في الوقت المناسب، وفرحان لانهم جددوا الاسلحه بتاعتهم تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل يعني. وفجاه بيظهر وحش كورته القطن الابيض وبيقتلوه في ثواني، وبعدها بتظهر لهم مجموعه من الحشرات الضخمه، ويعتوبي بيستخدم دعم الدفاع على ريشه وتريزا، وبيقدروا هما الاثنين يقضوا على 3 من الحشرات، وكده يعتوبي جمع 3 حشرات و15 كره وحشيه، وبيعرفوا ان هما خلاص وصلوا للطابق الثاني في السرداب. وبنعرف ان يعتوبي عايز يجمع ال 100 تذكره، وده عشان يضم تريزا لفريقه بشكل رسمي، وعشان ينجح في ده لازم يقتل وحوش من مستوى عالي، وفي منهم وحش الججرنوت الشرس، وده الوحش المسمى منه بيقدر يقتل فريق كامل من المستوى الخامس، وهم يعني لسه مبتدئين في المستوى الثاني اصلا، يعني لو قابلوا وحش زي كده يبقى كده خلاص اللعبه انتهت بالنسبه لهم. وبيطلب من تريزا وريشه يتراجعوا النهارده، بس بيتفاجئ اول ما بيسمع صوت صراخ جاي من جوه، وطبعا بيجري عشان يعرف مين اللي وقع في ورطه. ولما بيوصل بيلاقي اليتا بتحارب اوركا عملاق، واليتا بتستخدم ضربتها القاضيه وبتقسمه نصين، ويعتوبي بيقول لريشه احنا هنحارب النحل، وتريزا بتتحرك بسرعه، ويعتوبي بيرمي عليهم كرات ناريه، وبيحمي تريزا بجدار حمايه قبل ما تتصاب، وريشه بتقتل اخر نحله بقوه البرق اللي عندها. ويعتوبي بيروح يطمن على سوزانا اللي وقع في الارض، وبتقول ان هي تمام بس كانت خايفه من القرب وما كانتش تعرف انها تبقى عائق في طريق اليتا، بس اليتا بتعرفها ان هي تمام، وان هم هزموا وحوش كتيره جدا مع بعض. ويعتوبي بيعرف ان اليتا عملت حركه ذكيه وجمعت اكبر عدد من الوحوش وحاربتهم سوا، وفي اخر لحظه بتخلي سوزانا تقتلهم بالضربه القاضيه، وده هيخلي سوزانا تتطور بسرعه في المستوى بتاعها. ويعتوبي بيلاقي اليتا وقعت بلسانها وبتقول انا لازم ارجع هناك بسرعه، وعمنا يعتوبي بيقول لها انا اسف ان انا هتدخل والله، بس انت ليه عايزه ترجعي لفرقه الليل الابيض؟ واليتا بتتصدم انه عارف عنها المعلومه دي. ولحد هنا بيخلص الجزء الاول من الانمي بتاعنا. وبعد ما المعركه انتهت بنرجع للحوار بين يعتوبي واليتا، وبيلاحظ ان هي بتساعد سوزانا في رفع مستواها بسرعه، وكمان قسمت فرقتها وده اللي جذب الوحوش ليهم. وفكره ان هي تخلي سوزانا توجه الضربه القاضيه ده مريب جدا، وبيعرفها ان النحل المتوحش بيهاجم الصفوف الخلفيه برضه، يعني كان لازم تختار معركه تانية قبل ما تعرض سوزانا للخطر. واليتا بتقول ان هي لازم ترجع للمكان ده مره تانية، ويعتوبي بيفتكر ان هي بتتكلم عن فرقتها القديمه الليل الابيض، بس اليتا بتقول ان هي مش ترجع للمكان ده تاني ابدا، وبتعمل كل ده عشان تنقذ صاحبتهم ميساكي، وده لان في مجموعه من المغامرين خطفوهم وهي نايمه. وفي الاخر بيعرف ان هي صديقه سوزانا المقربه، وسوزانا بتقول ان ميساكي اختارت وظيفه لعيبه القمار، وكانت فاكره نفسها محظوظه طول الوقت يعني. وبعدها لقت صندوق شكله ملفت في الارض، وافتكرت ان هو واقع من الوحش اللي قتلوه، بس لما فتحت الصندوق عرفوا ان هو فخ انتقال اني، وبكده ميساكي بقت ضايعه في طوابق السرداب، واكيد هي موجوده في مكان ما في نفس السرداب اللي احنا فيه. واليتا بتقول لهم احنا لازم نلاقيها بسرعه، وريشه بتفتكر اللي حصل لها قبل كده لما اتصابت، وبتقرر تساعد يعتوبي في البحث عن ميساكي، وده
لان هي ممكن تكون خايفه دلوقتي، وده فكرها لما خافت قبل كده وهي بتواجه وحش لوحدها، ودلوقتي مش هتقدر تقف وتتفرج عليهم. واتوبي بيوافق على الموضوع على طول وبيسال اليتا اذا كان في حد كان معاهم في الطابق ده عشان لو شافوا اللي حصل ممكن نطلب المساعده. بس اليتا بتعرفوا ان هي ما شافتش حد خالص، بس اول لما وصلت كانت حاسه ان في حد بيراقبهم من بعيد، وده معناه ان في حد شافهم وما بيخشوا الطابق التاني. وريشا مش فاهمه مين اللي ممكن يعمل كده، واتوبي بيفتكر الثلاثه اللي شافهم في المطعم امبارح وبيكون شاكك فيهم بسبب شكلهم المريب. وكمان معظم الفرق هنا مش بتساعد بعض اصلا، واتوبي بيقولوا ان هم لو فكروا يفتروا عن بعض هتحصل مشكله اكبر وممكن واحد فيهم يواجه جيش لوحده. واتوبي بيطلب من اليتا وسوزانا ينضموا لفرقتهم مؤقتا، وده لان هو حارس صفوف خلفيه في الاساس ومش هيقدر يستخدم سحر الدعم بتاعه غير على افراد فرقته. واليتا بتفتكر لما انقذهم بسحر الدفاع، ولو سوزانا انضمت ليها تكون في امان اكتر، فبتوافق طبعا على اقتراح اتوبي وبتطلب منها تفسخ عقدهم مؤقتا وتنضم لاتوبي. وسوزانا بتقول لها طب وانت ناويه تعملي ايه؟ فاليتا بتقرر تروح معاهم منفرده وبتقول ان هي مش مضطره تنضم لفرقتهم، وده لان مستواها عالي جدا وساعتها هم هياخدوا نقاط خبره اقل بكتير. واتوبي بيسال اليتا سؤال مهم جدا وبيقول لها انا سمعت كنت بتتكلمي في النقابه اول يوم جيت فيه هنا وقلت ان في حاجات مش بتعرفي تعمليها رغم انك مقاتله قويه، وبيسالها اذا كان في حاجه مهمه لازم يعرفوها يعني. واليتا بتفكر شويه وبتقول له حاجه غريبه وبتعرفوا ان لو طلبت منهم يهربوا ويسيبوها على طول، وبيكون هو ده الاتفاق اللي ما بينهم. وبتعرفوا ان سوزانا معاها كبسوله عوده وممكن يستخدموها في وقت الخطر ويهربوا بسرعه، وبتقول له وريني هتعمل ايه بقى يا عم اتوبي. واتوبي بيتفق معاها اخيرا وبتعرفوا انها مش هتنضم لفرقته ولكنها تسمع كلامه، وبتكون مستعده تديله اي كنز هتلاقيه في المهمه دي، وبتقول له لو اتزنقت في فلوس تعالى خد مني على طول. واتوبي بيقول لها انا مش كحيان للدرجه دي يعني، واليتا مش فاهمه يقصد ايه بكحيان دي. وسوزانا بتقدم نفسها بشكل رسمي مره تانيه وبتعرفوا ان وظيفتها كاهن معبد وبتستخدم سحر العلاج. واتوبي بيعرفها ان دي ريشا وتريزا اعضاء فرقته، وريشا بتكون فرحانه ان سوزانا بقت العضو الجديد، وتريزا مش بتتكلم بس بتمد ايدها مره واحده، وسوزانا بتتحرك بسرعه وبتسلم عليها وبيبداوا عمليه البحث عن ميساكي. واتوبي بيفتكر ان ريتا جايه معاهم ضيفه يعني لو حاربوا اي وحوش مش هتاخد رتبه او نقاط خبره حتى، وكان نفسه يدعمها بس الموضوع مش هينفع. وفجاه بيسمعوا صوت حد بيصرخ جاي من قريب، وسوزانا بتقول لهم ان ده صوت ميساكي، وبيتصدموا اول ما بيلاقي ميساكي متكتفه قدام مجموعه من الوحوش، بس المره دي بيكون معاهم وحش الجرنوط العملاق، وميساكي بيغمى عليها بسبب الغاز السام. واتوبي اول ما بيركز شويه بياخد الصدمه وبيعرف ان ده الجرنوط الوحش المسمى المحظور، والمفروض وحش زي ده ما يكونش موجود في الطابق ده ابدا. واليتا بتقول ان في حد اتعمد وبعته هنا عشان احنا نقتله او في حد عايز يخلص مننا ايهما اقرب يعني. واتوبي بيتاكد ان هم نفس الثلاثه اللي شافهم قبل كده واكيد بيراقبوهم دلوقتي من مكان بعيد. واليتا بتعرف ان هم لازم يقضوا على الوحش ده عشان ينقذوا ميساكي، وبتطلب منهم يفضلوا هنا وبتهجم لوحدها. واتوبي بيحاول يمنعها ولكنه مش بيلحق، واليتا بتستخدم ضربه الانصار الحاده وبتقطع وحوش الاورك وبتخلص عليهم. وعمنا اتوبي بيتفاجئ من قوتها المرعبه، بس بيلاحظ ان اليتا فقدت السيطره على نفسها، وريشا بتطلب من اتوبي يلحقها بسرعه. واليتا بتزعق بصوت عالي وبتقول لهم محدش يقرب مني، وبتطلب منهم يسيبوها لوحدها ويهربوا. واتوبي بيعرف ان اللي حصل ده بسبب دم الاورج، وده لان الدم لما بيلمس المقاتل بيفعل عنده مهاره الهيجان، ودي مهاره خطيره جدا بتخلي المقاتل يفقد السيطره على نفسه. وعشان كده اليتا بعدت عنهم ورفضت تنضم للفرقه، وبتقسم لميساكي ان هي تنقذها من الوحش ده مهما حصل. وفجاه بتقول لنفسها ان هي مش قاتله، واضح كده ان البنت دي وراها سر كبير. واتوبي بيحس ان هي عايزه تواجه وحش الاورك لوحدها، وفجاه بيلاقيها هجمت على الجرنوط العملاق بكل قوتها، بس الصدمه ان كل ده ما اثرش فيه حتى، وبيكون حجمها صغير كانها ناموسه رصيده في دماغه. والجرنوط بيتعصب وبيضربها بقوه الصوت الوحشي، وكلهم بيسدوا ودانهم قبل ما دماغهم تنفجر. والجرنوط بيمسك اليتا في ايده زي الصرصار، واليتا بتصرخ وبتطلب من اتوبي يهرب بسرعه. واتوبي كان بيفكر يهرب زي ما هي طلبت منه، وده لان كبسوله الهروب لسه مع سوزانا، وبيقول ان هو لازم يعمل كده لانه مش هيقدر على وحش زي ده. بس عمنا اتوبي في الاخر بيرفض يسمع كلامها، وبيقرر يكمل ويحارب الجرنوط عشان ينقذها. وبيطلع النبله بسرعه وبيستخدم طلقه اللهب، والجرنوط بياخد طلقه في عينيه وبيوقع اليتا من ايده، واليتا بتتحرك بسرعه قبل ما يدوس عليها. واتوبي بيلاقي مفيش فايده وبيطلب من البنات يهربوا من غيره، بس كلهم مصممين يفضلوا معاه للنهايه. واتوبي بيتعصب وبيقول لهم اسمعوا الكلام بقى، ولما نرجع البيت بعمل لكم اللي انتوا عايزينه. وسوزانا بتقول له مش هنهرب وما عندناش خيار تاني، وبيعرف ان هم مستعدين يكملوا عشانه، ومحدش فيهم فكر ياخد الكبسوله ويهرب لوحده، بس بيكون متاكد ان الجرنوط لو ضرب اي حد فيهم هيموت في ثواني، واليتا لازم تتفادى اي ضربه قويه منه. واتوبي ما بيكونش عنده حل تاني، وبيطلب من اليتا تنضم لفريقهم عشان يدعمها، وبيعرفها ان دي الطريقه الوحيده لانقاذ ميساكي.
ميساكي، وريشا بتعرفها ان هي لو كملت بالطريقه دي اكيد هتموت. واتوبي بيتفاجئ لما هي بتنضم ليهم اخيرا، وبيقول لها استخدمي نوع هجوم في كميه ضربات كتيره، وبيقرر يدعمها بالكامل في الضربه بتاعتها، وهيضيف لها 10 نقاط على كل هجمه من هجماتها. واليتا بتقدر تدمج ضربه الغاره الصوتيه مع سيف الظهور، وبتنزل بيهم على جسم الجرنوط زي المطر حرفيا. واخيرا الوحش الاسطوري ده بيموت قدامهم، وكلهم مش مصدقين ان الهجمه نجحت بالسهوله دي يعني. واتوبي بيطلب منهم يساعدوا اليتا، وده عشان في اعداء لسه مستخبين هنا. وفعلا بيتاكد من كلامه اول ما بيلمح الثلاثه دول من بعيد، والقائد بيلاحظ ان هم خلاص اتكشفوا، فبيطلع القوس وبينشن السهم على ظهر اليتا، وبيقول لاتوبي كنت عملت نفسك مش شايفنا يا عم انت. بس اتوبي بيدعم ريشا وسوزانا بطاقته السحريه، وريشا بتتحرك بسرعه وبتقضي على 2 منهم، والتالت بيلاقي نفسه متحاصر في المكان. وتريزا بتخش في ريزا المدفع وبتقوم بالواجب، وريشا بتمدح سوزانا بسبب تصويباتها القويه، واتوبي بيعرفهم ان قوتهم زادت، وده بسبب سحر الدعم الخاص بيه. وبيروح يطمن على اليتا وبيعرف ان هي بخير، واليتا بتكون حزينه عشان هي اتصابت في المعركه، وبتقول له ان هي كويسه بس قوتها راحت. واتوبي بيعرفها ان الموضوع هياخد شويه وقت ولكنها ترجع تاني، وبيطلب منها تستريح شويه الاسبوع ده. وبيلاقي مهاره الدعم الاستشفائي لسه بتشتغل، وبيعرفها ان ميساكي كويسه ولسه عايشه. واليتا بتقول له ان البنت دي محظوظه جدا وما كانتش واثقه ان هي تقدر تنقذها اصلا. وميساكي بتصحى مره تانيه وبتلاقي سوزانا في وشها، وبتفتكر ان هي اللي انقذتها وبتفضل تعيط لها. واليتا بتعتذر لاتوبي على كل اللي حصل، وبتعتذر له عشان كدبت عليه وخلته يتورط في انقاذ ميساكي، وبتقول له اديني شويه وقت بس وبعدها اشرح لك كل حاجه. اتوبي بيقول لها مفيش مشكله وانا عايزك بس ترتاحي. وبعدها بيقرب من الوحش اللي خلصوا عليه، وبيلاحظ ان في صندوق اسود موجود في ايده، وبيكون شبه صندوق الكنز اللي لقيته ميساكي، واكيد طبعا مش هيقدر يفتحه لان احتمال يبقى فخ برضه. واليتا بتقول ان الوحوش المسماه نادرا ما بتوقع صناديق زي دي، وبتعرفه ان الكنوز دي بيحلم بيها اي باحث زيه، بس للاسف في طريقه معينه لفتح الصناديق. وبتقول له هتفتحه دلوقتي اللي راح في حته تانيه، والاحسن انه يسلمه للنقابه ويجيب خبير يفتحه له. وميساكي بتشكره جدا بعد ما انقذ حياتها. وميساكي بتقوله ان هي مش بتفهم اي حاجه عن المتاهات والباحثين دول، بس بتكون مستعده تتعلم عشان تنضم لفريقهم. وبعد ما بتخلص بتقوله بعزمنا على العشاء، واتوبي مش فاهم عايز ايه بالظبط يعني. واليتا بتقوله نبقى نتعشى كلنا بعد ما نقدم التقرير للنقابه، بس اتوبي بيقول لهم انه لازم يوصل تريزا الاول لمكتب المرتزقه. وبيلاحظ ان هي ساكته المره دي ومش بتدي اي رد فعل. وريشا بتقوله ان هي كده عايزه تاكل معاهم، وتريزا فعلا بتروح تقف قدامهم. وميساكي بتقول لها كوبايه السحليه دي ظريفه جدا. واول ما بيرجعوا للنقابه لوزا المشرفه بتتصدم يا عيني، وبتعرف انهم قتلوا الجرنوط وقدروا ياخدوا منه الصندوق الاسود اللي معاه. واتوبي بيقول لها ان هم قابلوه في الطابق الثاني وخلصوا عليه وسابوا بقيه الجثث للحمالين، وهيجوا كمان شويه عشان ياكدوا على التقرير بتاعهم. ولويزا يعني مش بتقدر تستوعب اللي بيحصل وبيغمى عليها على طول. ولما بتفوق بتقول له تعالى معايا بسرعه، وبتعزمه على شاي هو وتريزا، وبتقول له ان في وحوش مسماه بدات تظهر الفتره الاخيره، وفي منها نادر الظهور زي الجرنوط بالظبط، وده واحد من اقوى فئات وحوش الاورك الضخمه. ولما رجعت الملفات لقت اخر حادثه حصلت مع الجرنوط، وراح ضحيتها فريق مكون من 24 باحث زي ارتوبي، والفرقه الوحيده اللي فلتت منه هي فرقه ميساكي. واتوبي بيعرف ان قائد الفريق استدرج اليتا عشان يقتل الجرنوط، وده عشان هم اللي استولوا على كل الغنائم لوحدهم. ولويزا بتقول له في كلتا الحالتين سيب الموضوع ده على النقابه، وهي هتحقق مع الثلاثه دول وتعرف مين اللي وراهم. واتوبي بيسالها عن ملك مدينه المتاهات، بس لويزا بتعرفه ان مفيش ملك ولا حاجه، وان الملك اتنفى هو وعيلته في المنطقه واحد، واللي ماسكين البلد دلوقتي هم كبار المعبد ومنهم المرشدين اللي موجودين جوه النقابه. واتوبي بيعرف ان البلد عايزه باحثين كتير، وده معناه ان هو كان مجبر على اختيار الوظيفه ديت. ولويزا بتقول له ان المتاهات دي موجوده في دول تانية ويقدر يوصلها عن طريق تقنيه الانتقال الآني، بس هي لحد دلوقتي ما تعرفش توصله. وبتقرر تبص على سجل اتوبي في المتاهه النهارده، وبتلاقيه كسب نقاط خبره كتير في الطابق الثاني، وكل اللي معاه في الفريق كسبوا مهارات ونقاط خبره برضه، ومجموع النقاط اللي ساهم بيها عدى ال 1600. ولويزا اول مره تشوف رقم بالحجم ده في يوم واحد، وبيكون خد المركز الثاني كاعلى باحث في المنطقه كلها. ولويزا بتقول انت طلعت جامد قوي يا عم اتوبي. وميساكي بتخش عليهم وبتقول يلا عشان نتعشى يا عم انت. واتوبي بيعزم لويزا معاهم على العشاء، وده عشان يشكرها على كل المعلومات اللي قالتها له. وطبعا لويزا دلوقتي مش هتقدر ترفض طلبه، ولما بيروحوا المطعم بيخلوا اتوبي يقعد في النص زي القائد، وريشي ولويزا بيتخانقوا على مين اللي هيقعد جنبه. وعمنا اتوبي بيكون متوتر ومش عارف يتصرف ازاي، وبيقول ان الحاجات دي بتفكره بشغل القديم ايام ما كان موظف. وفي الاخر ميساكي هي اللي بتروح تقعد جنبه، وريشا بتتعصب من ميساكي وبتغير منها. واتوبي بيلاقي تريزا جت قعدت جنبه الناحيه الثانيه هي كمان، ويا عيني لويزا وريشي بيكونوا متضايقين جدا. واخيرا بيجي العشاء وبينزل على الترابيزه، بس عمنا اتوبي عايز يقول لهم حاجه مهمه، وبيقرر بعد العشاء يروح عند ليلى، وده عشان يضم تريزا لفريقهم رسميا، وبيكون عايز يرجع تريزا لجسمها البشري مره ثانيه. وتريزا طبعا بتتصدم اول ما بتسمع الكلام ده، بس اكيد من جواها بتتنطط من الفرحه. ولحد هنا بيخلص الجزء الاسطوري بتاعنا، فعايزك تعمل اللايك الجميل وتشترك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد يا اساطير، وسلام.